رجلا متحول يتحدى جبريل أن يضرب هذا الجبل كما فعل بقوم لوط. شاهد ماذا حصل سبحان الله. ولكن قبل البدء بالفيديو صلي على النبي إن كنت مسلما، واضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة. أصر قوم لوط على فعل الفاحشة، فدعا عليهم لوط عليه السلام فاستجاب الله دعوته وأرسل ملائكته لإهلاكهم كي يقلبوا قريتهم ويجعلوا عليها سافلها وينزل بهم العذاب الشديد. وقبل أن يذهب الملائكة إلى قوم لوط ليوقعوا بهم العذاب مروا بإبراهيم عليه السلام، وقد كانوا على شكل شبان حسان الوجه، وأخبروه أنهم ذاهبون لإيقاع العذاب بقوم لوط. فلما سمع إبراهيم عليه السلام كلامهم خاف على ابن أخيه لوط، فأخبروه بأن الله تعالى سينجي لوطا وأهله إلا امرأته التي كانت تدافع عن الكفار. ولما وصل الملائكة عند لوط وعرف قومه بقدوم الملائكة أرادوا الاعتداء عليهم وفعل الفواحش معهم. حين ظنوا أنهم بشر قرأ هذه النصوص رجلا أمريكي لوطي ينتمي لجماعة قوم لوط يأتي الشهوة من الرجال، فتحدى الله والملك جبريل عليه السلام وقال سأقوم في العد إلى 3، فإذا كانت موجودة فاضرب الجبل وأسقطه إن كنت على حق كما تدعي بأنك فعلت هذا مع قوم لوط السابقين. شاهد المقطع. وكان هذا الرجل يمارس شهوته مع رجل آخر فوق هذا الجبل كل مرة، وكان يعتبر أن هذا الشيء هو حرية شخصية. أما بدأ ظهور منتشر بشكل كبير جدا حرية الاختيار، أن يختار الرجل ماذا يريد أن يتزوج. أصبح النساء يتزوج النساء والرجال كذلك من الرجال، وانتشر هذا الشيء أيضا عند العرب وبكثرة. وأيضا هناك أناس تطلب التزوج من حيوانات ودواب مثل تمساح أو أفعى، ويدعي أنه هذه اختياره وهذه حياته، وأنه الإنسان مخير وليس مسير ليبرر أفعاله الشنيعة. ولكن الله تعالى حذرنا من هذا الشيء كما قال في كتابه العزيز وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فجاءه الله بالرد والغضب وأسقط الجبل كالماء سبحان الله، ليعتبر هذا الرجل مما سبقه لعله يتعظ ويتوب إلى الله توبة نصوحة ويرجع إلى دين الحق والصواب وهو الإسلام. فخلق الله جنسين الذكر والأنثى وجعلهم يكملان بعضهم البعض. أما التلاعب في القوانين الإلهية خطيرة جدا، ففر مسرعا من المكان هو ومن كان معه. نتمنى أن يصل هذا التحذير لكل من يفكر في هذه الأفكار الغير إنسانية ولا تسمح بها أي ديانة سماوية، ولا يرضى بها الحيوانات أيضا التي لا عقل لها. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري،
اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الذكر موقنا به حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله موقنا به حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، فالدال على الخير كفاعله. ناسا تحاول إطفاء نور الشمس عن الأرض لتجارب مرعبة جدا. سبحان الله، ما الذي سيحدث؟ ونشرت ناسا يوم الأربعاء على تويتر وكتبت أن مرصدا ديناميكيا التابع لها التقط صورة للشمس مبتسمة، موضحا حقيقة صورة الشمس وهي تبتسم، بأن البقعة الداكنة على الشمس والتي ترى من خلال الضوء فوق البنفسجي تعرف باسم الثقوب التاجية، وهي مناطق تتدفق فيها الرياح الشمسية السريعة إلى الفضاء. في حين لفت العلماء إلى أن هذه الثقوب التاجية هي عبارة عن مناطق مجال مغناطيسي مفتوحة، ما يسمح للرياح الشمسية بالتدفق إلى خارج نواة الشمس وإحداث عواصف شمسية. بينما أشاروا إلى أن الموجات المتدفقة من الثقوب قد تصل إلى سرعة 2.9 مليون كيلومتر في الساعة، وتبدو المناطق مظلمة لأنها أكثر برودة وأقل كثافة من مناطق البلازما المحيطة عاصفة شمسية. من ناحية أخرى، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة من عاصفة شمسية قد تضرب الأرض خلال الأيام المقبلة، لكنها طمأنت إلى أنها من مستوى G1 المنخفض. تجهز ناسا الفضائية أعظم وأقوى مركب فضائي يتحمل حرارة لا يصدقها عقل للاقتراب من الشمس ومحاولة إجراء تجارب إخفاء ضوءها عن الأرض. فيمكننا القول بأن الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومتر، أو القول بأن المسافة بينهما تبلغ 8 دقائق. يستغرق الضوء عند خروجه من الشمس حتى يصلنا 8 دقائق، ولكن بعد الاقتراب 1% من الرقم المجاور لبعد الشمس عن الأرض بدأت المركبة بالذوبان والاحتراق، ولم يكن أحد بداخلها، لأنهم يدركون بأن التجربة شبه مستحيلة وخطر جدا. باتت التجربة الأولى بالفشل، وستحاول ثانية وتنشر ما حصل على صفحتها الرسمية. رغم ذكاء ناسا وتطور معداتها، لو تمعنت قليلا بقول الله تعالى لاختصرت الكثير على نفسها من وقت وجهد.
وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، تدل على أن الجن والإنس لا يمكنهم الصعود إلى الفضاء. سبحان الله. لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، فالدال على الخير كفاعله.